الروح العاليه. ها بالاضافه الى ان هناك حدث مهم جدا بعد يعني هذه لقطه الحصول على والتهنئه من كل لاعبين هدف الفوز يوسف النصيري اللي سجل هدف اليوم، هدف عالمي وتاريخي. لو كان غير يوسف النصيري سجله لرأينا كل جرايد وصحف العالم وقنوات العالم تتحدث عن جمالية هذا الهدف، لكن لأنه يعني لاعب عربي صحيح دائما لا ياخذ حقه، على الاقل ياخذ حقه في قلوبنا وعندنا وعند العرب والقنوات العربيه، لكن عند الاخرين واضح جدا هو في عبر قنوات بين سبورت العالميه ياخذ حقه واكثر، لانه انجاز معبر واقعيا ومستحق، وكذلك يمثلنا كعرب. ويوسف النصيري سجل هدف عالمي بارتقاء عالمي جدا، لانه ارتقاء مذهل قام به يوسف النصيري. وبالمناسبه يوسف النصيري اليوم اصبح هو الهداف التاريخي للمغرب في المونديال ب3 أهداف. سجل هدف في المونديال روسيا امام منتخب اسبانيا شبيه بهذا الهدف، ارتقاء ايضا كان عالي جدا امام بيكي وراموس في مباراه المغرب اسبانيا انتهت بهدفين لمثلهما، وسجل هدفين حاليا في المونديال. هذا الارتقاء اعلى من الارتقاء بطبيعه الحال، هذا ارتقاء عالي جدا. نعم. وبالمناسبه ايضا يوسف النصيري لاعب صبور جدا، تعرض للكثير من النقد لكنه صبر وظل محافظا على هدوءه، يشتغل في صمت الى ان انفجر في المونديال وبات معادله صعبه في خط هجوم المنتخب المغربي. تحيه ليوسف النصيري. نعم، تحيه للنصيري وتحيه لكل الاسود الابطال اللي كانوا سبب في فرحتنا، واليوم الفرحه للجميع.